شباب الخير عشاق المعالي، بناة المجد أشبال الرجال، لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي، وتقدير يزيد مع الليالي. كم يعيش في الأرض اليوم من فقراء ومساكين وضعفاء ومحتاجون، وكم يعيش في الأرض أيضا من أغنياء وأثرياء. قسم الله عز وجل الرزق بين الناس لحكمة أرادها الله جل وعلا، واختبر هؤلاء بأموالهم وغناهم وثرائهم، واختبر هؤلاء بفقرهم وحاجتهم. أما الغني الذي أعطاه الله عز وجل من رزقه ومن ماله جل وعلا، أعطاه شيئا من الرزق، أخبره إن أنفق جزءا من هذا المال على الفقراء والمساكين فإن له به أجرا عظيما. بل وصف الله عز وجل النفقة في سبيل الله والصدقة لله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 30/7/2016 توزيع مبالغ نقدية من قبل إخواننا فريق العمل الكويتي، الله يجزيكم الخير جميعا، لتوزيع المبالغ النقدية في الساحل السوري لأخوانكم المحتاجين في الساحل السوري. كما ترون أخواننا خيم لا يكسوها سوى بعض الأشياء القليلة. نتمنى وضع اليد معنا والمساهمة في تخفيف معاناة أخوانكم السوريين في الساحل السوري. الله يجزيكم الخير لكم ولكل الناس اللي ساهمت معنا في هالحملة. تفضلوا. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير، وشكرا للجمعية اللي ساهمت وساعدتنا، لأن نحن شعب فعلا محتاج متضررين بأضرار كبيرة وهائلة، يعني طالعين من بيوتنا. لو الله بعثنا الجمعيات وانتم هالناس هاي ما عندنا شيء نعمل عليه ولا نبرك فيه. شكرا لكم وللجمعية وللشعب الكويتي الصديق والأخ العزيز الشعب الكويتي، شكرا له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نحو 30/7/2016 نشكر فريق العمل الكويتي على تقديم مبالغ مالية للساحل السوري، ونحن الآن نقوم بتوزيعها على عائلات شهداء في ريف اللاذقية. شباب الخير عشاق المعالي، بناة المجد أشبال الرجال، لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي، وتقدير يزيد مع الليالي. نسأل الله يجزيهم خير الجزاء، ونحن الآن نقوم بتوزيعها على عائلات شهيد في ريف اللاذقية. اليوم نحو 30/7/2016 نشكر فريق العمل الكويتي، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء على تقديم مبالغ مالية للساحل السوري، ونحن الآن نقوم بتوزيعها على عائلات شهيد في ريف اللاذقية. فهم فخور البلاد وهم شذاها، ونعم الجند في وقت النضال، عليهم تعقد الآمال دوما بتوفيق المهيمن ذي الجلال. شباب الخير عشاق المعالي. نشكر فريق العمل الكويتي اللي اشتغل على الأموال في اللاذقية، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء. الآن في مخيمات في ريف اللاذقية، هؤلاء أطفال والدهم مريض بالفشل الكلوي، نسأل الله يجزيهم خير. اليوم 21/16 نشكر فريق العمل الكويتي اللي تبرع بالأموال لريف اللاذقية، توزيع على الفقراء والمحتاجين وأطفال الأيتام والشهداء. لهم في كل إنجاز حضور وسعي للتفرد والكمال. في يوم 1/8/2016 نشكر فريق العمل الكويتي الذي تبرع بالأموال للساحل السوري تقديمها على الفقراء والمساكين والأيتام والشهداء. نحن الآن في أحد مخيمات النزوح في ريف اللاذقية، وهذا الأطفال لأب شهيد. بإخلاص وإصرار وعزم وإقدام بصعب لا يبالي، كتاب الله عدتهم ودين يشجعهم على خير الفعال.
فيديونا. 1/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للإدارة بالأموال للسهل السوري لتوزيع على الفقراء والمحتاجين وتخفيف معاناتهم. تنافسهم على علم اليوم وفهم 8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال للساحل السوري لتوزيع على الفقراء والمحتاجين وأطفال الشهداء. وهذه العائلة هذول الأطفال أطفال لأب شهيد السنتين تقريبا. اليوم 8/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال لتخفيف معاناة الشعب السوري في الساحل السوري. ونحن الآن عند عائلة كفر أبوه استشهد منذ فترة قريبة. اليوم 8/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال لتوزيع على الفقراء والمحتاجين والأيتام والشهداء في ريف اللازقية. ونحن الآن عند عائلة أطفال الأيتام في ريف اللازقية. يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. الآن عند عائلة شهيد في ريف اللازقية. 8/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال لتوزيع على الفقراء والمحتاجين وأيتام الشهداء في ريف اللازقية. نحن الآن عند هؤلاء الأطفال معتقل في السجون منذ 4 سنوات. فهم ذخر البلاد وهم اليوم 3/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال لتوزيع على الفقراء والمحتاجين وتخفيف معاناتهم في الساحل السوري. هؤلاء الأطفال شهيد بتوفيق المهيمن ذي الجلال. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. يوم 3/8/2016 نشكر فريق الأمل الكويتي للتبرع بالأموال لتوزيع على رفاق تفرد وكنوز فكر وقامات كما قمم الجبال لهم في كل إنجاز حضور وسعي للتفرد والكمال. الله يجزيهم خير الجزاء. الآن في قرية ريف اللازقية وهنا أطفال أيتام في ريف اللازقية. بإخلاص وإصرار وعزم وإقدام بصعب لا يبالي كتاب الله عدته